ساعدونا بحضورهم النهارده، واللي طبعا اخذوا فوت كتير من الجمهور ليهم، وبنسعد بيهم. وجم متاخر شويه فتاخروا في التكريمات. ايمان العاصي ودينا فؤاد، الطرق كانت زحمه النهارده شويه. زحمه جدا. يعني طبعا احنا سعداء بوجودكم، بنقول لكم الف مبروك. وعايزه بقى اعرف النهارده، يمكن الحفله فيها كوكبه كبيره من النجوم، سواء في السياسه، في الفن، في الاعلام، والجائزه ليها قيمه لانها جايه من الجمهور. طبعا بشكرك الاول على التقديمه الحلوه قوي اللي انت قدمتها لي. انا كنت مبسوطه جدا النهارده، مبسوطه ان انا شفت الاستاذ عدلي منصور رئيس الجمهوريه السابق والوزير فاروق حسني، ونجوم انا بحبهم جدا وبقدرهم واشتغلت مع معظمهم. جايزه بالنسبه لي جايزه فوت، فده بالنسبه لي اهم جايزه ممكن اخدها واتكرم بيها وتبقى عزيزه على قلبي، لانه استفتاء جمهور. لانه احنا بنعمل اي حاجه بنبقى كل هدفنا ان الجمهور هو اللي يتبسط بينا ويحبنا ويبقى في استمراريه بسبب الجمهور. فالجائزه بالنسبه لي من اهم الجوائز اللي خدتها السنه دي الحمد لله. دينا، يمكن انت بعدتي شويه عن الشاشه، واحنا قلنا لك ان ما ينفعش، والقعده بعيده عن الشاشه مش حلوه. اعتقد الجائزه دي بتفكرك وبتهمس ليكي ان ما ينفعش تبعدي عن جمهورك والشاشه وادوارك الحلوه اللي بتعمليها. بشكرك طبعا يا بوسي، وبشكر قناه المحور، واكيد سعيده ان انا كنت وسط كل النجوم سواء في السياسه او في الفن او في الاعلام. اكيد طبعا وحشتني الشاشه، وحشني الجمهور، ويعني انا غبت فعلا يعني رمضانين عن الناس، بس الحمد لله راجعه السنه دي. مبسوطه قوي بالتكريم قوي. فكرني بالتكريمات كتير اتكرمتها الحمد لله عن اعمال كتير نجحت وكان ليها نسبه مشاهده عاليه، وان شاء الله ما يبقاش فيه غياب تاني. يعني اكيد في حاجه بقى جديده بتحضري لها؟ السنه دي ان شاء الله بشتغل لعبه الصمت، انتاج استاذ ريمون مقار، معايا النجم ياسر جلال، محمود عبد المغني، هنا شيحه، علا غانم، دكتور عزت ابو عوف، اخراج استاذ احمد سمير فرج. وبعمل الحلال، ده انتاج استاذ صادق الصباح، نجمه سميه الخشاب، يسرى اللوزي، نجمه فادي عبد الغني، بيومي فؤاد. حاجه كوميدي قوي، واخراج استاذ احمد شفيق. فان شاء الله يا رب يعني اكون عامله دورين مختلفين عن بعض خالص ويعجبوا الناس. اكيد، والجائزه دي تكون حافز بقى ان انت على طول تكوني موجوده على الشاشه ان شاء الله. ايمان، يمكن انت عامله نيو لوك وفي بعض الناس ما عرفوكيش في القاعه، فعايزه اعرف النيو لوك ده للسينما ولا للتلفزيون؟ عمل جديد ولا تغيير لاعمال بقى قادمه جديده ان شاء الله؟ لا، هو انا تقريبا انا بخاف شويه ان انا اغير في شكلي او انا العب في لون شعري، فقررت. انت عارفه دايما البنات لما تقرر تقص شعرها بيبقى عندها حاجه، يعني كل ما بتكتئب بتقص شعرها شويه لحد ما هتحلقوا زلبطه. ده حقيقي، انا عارفه حاجات انتوا طبعا اصحاب في الحياه الشخصيه وعلى طول مع بعض، فعشان كده بقول لك هي كل ما نفسيتها بتتعب تقص شويه شويه هتلاقي زلبطه. انا بطول هيجرجر. مش كل ما بكتئب، لا، كل ما بقرر ان انا هعدي خطوه مهمه في حياتي لازم اقفل بابي وراها، فاهماني؟ بس هو خدتي بالك من قفل بابي وراها دي؟ قفلتي المهم قفلت الباب. كل مره تقولي لي الكلام ده والاقي الباب موارب، الاقي الباب موارب. لا، هو انا حبيت اتمرد شويه على شكلي، او ان انا ما اخافش ان انا فكره الممثل لازم يغير، لازم يبقى شعري اسود واصفر واحمر واخضر. وكمان عملت سناني كمان، كانت من اكتر الحاجات اللي كان الناس لا جميله. لا دي مثلا طول عمري يقولوا لي اعمليها، ما خايفه، ناس بتحبها وانا كنت بحبها على المستوى الشخصي، بس اتبسطت اكتر لما عملتها. فشويه تمرد على حاجات انا بخاف منها في شخصيتي، فحبيت ان انا اواجه اي حاجه بخاف منها، فغيرت قصه شعري، عملته اصفر وخلاص بدا يرجع اللون الاصلي. لا بس عايزه اقول لك حلو، يعني انت خليكي، لان ده هيحطك في نوعيه ادوار جديده مطلوبه مش موجوده على الساحه. هو ده الحقيقي اللي حصل معايا. جالك بقى ادوار بعد النيو لوك ده؟ عايزه اقول لك ان انا بعمل دور يعني من القاعه دلوقتي، حاجه يعني مختلفه تماما يعني اول محجبه دي بقى لدينا هي الشعر الاسود. عايزه اقول لك ان انا بعمل ادوار دلوقتي مختلفه تماما عن اللي كنت متخيله ان انا هعملها، بس انا مبسوطه. ايه الجديد بقى اللي بتعمليه؟ بعمل تحت امر السياده، انتاج شركه العدل جروب واخراج الاستاذ هاني خليفه. مبسوطه جدا ان انا بتعاون معاه، مع يسرى، مع القمر النجمه الجميله اللي هي واحده من احلامي ان انا اشتغل معاها.
وعايزه اقول لك ان انا جاي المسلسل ده انا مش عايزه اقراه، انا عايزه اشتغل مع العدل جروب وهاني خليفه وسيفا. طبعا هي ما فيش كلام يقدر يوصف حبها وحبي ليها، وقد ايه ست جميله ونجمه ومحتضنه كل الاجيال. بس تحت امر السيده في رمضان 2017 ان شاء الله. يعني نحجز لك الجايزه للمسلسل اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ومفيش اعمال سينمائيه بقى ادينا والله مسلسلين. في حاجة بقراها، بس يعني أنا مستنية أخلص الأول مسلسلين رمضان، علشان إن شاء الله يعني لو هنزل سينما عايزة أنزل بحاجة قوية بإذن الله. ان شاء الله احنا في انتظار كل ما هو جديد. واعملي زيها وقصي شعرك. حاضر. واقفلي الباب. نصيحه. خدي يعني برضو صاحبتك خليها تاثر عليكي شويه. حاولي مش عارفة تأثر. بتحاول بكل الطرق. اضغطي بقوتك. بقول لكم الف مبروك، نورتوا المحور، ودايما تألق ودايما نجاح، وهنحجز لكم الجوائز للسنه الجايه إن شاء الله. وكوني انت اللي بتكرمينا وبتقدمينا، وميرسي يا وانتوا بوسي، غاليين والله دايما عندنا جدا، متألقة حبيبتي. وبنحبكم وبنشكركم على وجودكم ودعمكم للمحور النهارده. شكرا ليكم. وما زلنا مع النجوم، ما زلنا مع الريد كاربت، وما زلنا مع المكرمين والجوائز، ما زلنا مع المحور 15 سنة قناة الأسرة العربية. تابعونا. ورجعنا لكم تاني. والحقيقة